الخير، وحشتوني جدا. جايين النهارده في ريفيو جديد. طبعا احنا في الصيف وجربنا كذا نوع من الصن بلوك، وطبعا زي ما انتم شايفين كميه الصن بلوك اللي قدامي. ده كده يعتبر الجزء الاول هنبدا نتكلم فيه. دول يعتبروا 10 صن بلوك. هنبدا نتكلم عن كل صن بلوك هينفع لمين ومش هينفع لمين، وحلو ولا وحش. هتبقى اكبر تجميع للصن بلوك، ونبدا نرشحه مع بعض بما ان احنا بقى في الصيف، والصيف قاتل زي ما بيقولوا. بس فضلا وليس امرا، كل اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل علشان يوصل له كل الاشارات اول ما انزل اي فيديو. وطبعا اهم حاجه يا بنات اللايك، انتم مقصرين جدا في حق اللايك، وانا بصراحه زعلانه منكم. على الاقل خالص قدروا المجهود اللي انا بعمله. وطبعا اهم حاجه ان انتوا تشيروا الفيديو، بحبكم جدا. ويلا ندخل مع بعض ونتكلم عن كل صن بلوك على حاجه، بما ان احنا في الصيف زي ما بيقولوا. طيب مبدئيا انا صاحبه ايه؟ انا صاحبه بشره دهنيه، بس مش معنى كده ان انا هقول لكم كل الصن بلوك للبشره الدهنيه. هقول لك البشره الجافه مثلا هينفع لها، البشره العاديه، البشره الدهنيه ده بس، وهنبدا نفصص كل صن بلوك على حاجه. طيب مبدئيا ده اول صن بلوك. الصن بلوك دوت زي ما انتم شايفين انا مخلصاه لاخر فتفوته. الصن بلوك دوت كان من انيو سولار ادفنس، دوت من ايفون، ده اس بي اف 50، دوت الترا مات، وكمان اويل فري. كان الحجم بتاعه 50 مللي. طبعا واضح ان هو مخصص فقط للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. ليه؟ لان هو اويل فري والترا مات، بيديكي فينش مات، ما بيديكيش اللمعه. يا رب بس يكون في اي فتفوت عشان نبدا نوريكم ان انت عارف ان انا مخلصاه لاخر فتفوته. بس اهو الحمد لله طلع لنا قطره زي ما بيقولوا. طيب اهو ده كان من ايفون، دي الفورمولا بتاعته. وعلى فكره هتلاقوا عنه ريفيو مفصل على القناه، هسيبه لكم لو انتوا حابين ترجعوا له، لان انا مش هقدر اغطي كل حاجه عن الصن بلوك هنا. ادي دوت هو كريمي، تمام. خلاص هو ده الصن بلوك في لحظه. يعني هو في لحظه حرفيا اندمج. كريم، بس قد ايه هو خفيف على البشره، قد ايه هو الفينش بتاعه بيكون مط واويل فري، ما فيهوش اي نوع من انواع الزيوت، ما بيسببش اي نوع من انواع التحسس، ما بيطلعش حبوب، بيسد معاكي كويس جدا جدا في ايام الصيف الحارقه. وهو كمان اس بي اف 50، وكان معامل الحمايه او هي نسبه الحمايه فيه بصراحه كان تحفه، ولا احلى ولا اروع. بيسد معاكي في المصيف، بيسد معاكي في كل حاجه. فده هرشحه لمين؟ ده هرشحه للبشره الدهنيه او البشره المختلطه. العاديه والجافه مش هيبقى حلو معاكم، لسبب ان العاديه والجافه بتبقى محتاجه صن بلوك يكون كريمي اكتر، ويكون فيه مواد مرطبه اكتر. لكن ده اللي هيحبه اصحاب البشره الدهنيه والمختلطه فقط. طيب نخش برضو على التاني دوت اللي هو كان برضو من ايفون. طبعا انتوا شايفين شكل العبوه عامل ازاي. ده عباره عن ايفون كير. ده للفيس كمان. ده بقى كان فيه ميزه ان هو كان للبشره وكمان للجسم، ومعامل الحمايه زي ما انتوا شايفين 50 اس بي اف بتاعه 50. كمان مكتوب عليه ان هو موسترايزر وفيري ووتر ريزيستنت، كمان كان ضد الميه. كمان كان الحجم بتاعه 150 مللي. كمان هو بيحميكي من اشعه الشمس الضاره اليو في اي واليو في بي. فكان حلو جدا. طيب بصوا بقى، انا مش عارفه اذا كان فيه بصراحه ولا لا. لا هو خلاص، يعني هو فعلا ما فيهوش لاخر فتفوته. طيب ده هيناسب مين؟ ده هيناسب اصحاب البشره الجافه واصحاب البشره العاديه فقط. على فكره بما ان انا بشره دهنيه، انا مجرباه وما سببليش بصراحه اي حساسيه وما عمليش اي حبوب. بس هو كان تقيل على مين؟ تقيل على اصحاب البشره الدهنيه. اصحاب البشره الجافه هيحبوه جدا، لان زي ما قلت لكم هو موسترايزر، فكان الترطيب فيه حلو جدا. كنت بستخدمه في الاول على وشي، وبعد كده لما لقيته تقيل وغيرت، بطلت بقى استخدمه على وشي واستخدمته على باقي جسمي. كانت معامل الحمايه بتاعه في المصيف حلو جدا، جاب من الاخر. وزي ما قلت لكم اصحاب البشره الجافه واصحاب البشره العاديه هيحبوه جدا. هيفي بالغرض، هيديكي الحمايه اللي انت عاوزاها من الشمس، زائد هيغنيكي كمان ان انت تستخدمي اي كريم مرطب، لان هو اوريدي 2 في 1، هو مرطب ومعامل الحمايه بتاعه اللي هو الصن بلوك هيبقى خطير من الاخر. فيبقى معانا كمان تاني واحد من ايفون، بس دوت لاصحاب البشره العاديه واصحاب البشره الجافه. طيب نشوف ايه تاني. طيب نشوف ده اوحش صن بلوك على سطح الكره الارضيه. بصراحه واضح
صن بلوك ارجنتو بتاع البروفيت، الاس بي اف بتاعه 50. كان لوشن، ده هتلاقيه كامل يعني، ده ما بصوا يعني. اولا هو ده الصن بلوك على فكره زي ما قلت لكم. هتلاقوا ريفيو برضو على القناه مفصل عن صن بلوك بروفيت، هسيبه لكم. وكان في برضو صن بلوك على القناه مفصل عن ايفون كير، فيبقى كده الثلاثه دولت هتلاقي لهم ريفيوهات مفصله. زي ما قلت لكم مش هقدر اغطي كل حاجه عن الصن بلوك، بس بندي مراجعه كده وبندي خطوط عريضه، ده ينفع لمين وده ما ينفعش لمين. اولا ده الصن بلوك هو لوشن، بصوا اوحش صن بلوك انا جربته في حياتي في حياتي في حياتي. اولا بيحرق العين بشكل بشع بشع حرفيا. بيحرق لي كمان وشي التهب جدا وبهدلهولي، وفضلت فتره كبيره جدا جدا اتعالج بسبب اللي هو عملهولي. بيسيب وايت كاستنج، مش سهل في التوزيع ولا سهل في الدمج اهو. بصوا انا عماله كل دوت ادمج قدامكم، وبيسيب وايت كاستنج. الحمايه بتاعته زيرو، هو مكتوب عليه ان هو اس بي اف 50، بس هي حرفيا الحمايه بتاعته زيرو. بحطه وانزل اتحرق عادي جدا جدا، اكني بحط كميه سمنه بلدي على وشي. طب ترشحي لمين يا بيبو؟ والله انا ما رشحوش لألد اعدائي بصراحه، يعني ده منتج انا ما تمنهوش لألد اعدائي، يعني ولا تقولي لي بشره جافه ولا تقولي لي بشره عاديه ولا تقولي لي بشره دهنيه. وعايزه اقول لكم ان كميه الريفيوهات السيئه اللي جات لي على الصن بلوك ده كتيره جدا جدا، ناس كتيره جدا كانت متفقه معايا، وسبب لهم التهاب، سبب لهم حرق لهم وشهم. حتى اللي خرجوا بيه في الشمس ما سدش معاهم، رجعوا محروقين. فبصوا منتج ما تمنهوش لألد اعدائي زي ما بيقولوا، فما رشحوش اطلاقا، ده يترمي في الزباله. وهو حرفيا بعد الريفيو ده انا كل ده كنت سايباه عشان احطه لكم في تجميع الفيديوهات، لكن هو حرفيا مكانه هيبقى الزباله. حتى لو قلتي لي يعني مثلا حاولت استخدمه مثلا حتى الرجل، وحش وحش يعني، ما شفتش فيه حاجه عادله بصراحه، فده هيترمي في الزباله. تمام تمام. بصوا ايدي مزيته ازاي، يعني يرضي مين؟ يرضي مين؟ دي ايدي وانا كمان حاطه نقطه صغيره، فدوت لو اتحط على الوش لك ان تتخيلوا بقى كميه الحرقان اللي بيحصل. طيب ايه تاني؟ ده العشق، ده روح قلبي من جوه، احلى صن بلوك بصراحه. ده ايه؟ ده صن بلوك ابي. ده مخصص للبشره الدهنيه. ليه؟ لان هو جيل كريم، انت حرفيا بتحطي على وشك ميه، هو ميه فعلا، هو جيل كريم ميه. في اس بي اف 50. في 5 فلاتر، بيحمي من الاشعه بتاعه اليو في اي واليو في بي. بيقول لك ايه؟ هو بشره ناعمه بدون مسام واسعه. تركيبه غنيه بالمضادات الالتهاب، هو حرفيا ما بيسببش اي نوع من انواع الالتهاب. وفي زي ما قلت لكم 5 فلاتر بتحميكي ايه من الشمس. فهو خطير وتحفه، انا مخلصاه لاخر اخر تنتوفه. يا رب يكون فاضل فيه اي حاجه. هو بصوا يعني انا مش عارفه انزل منه اي حاجه، لانه فعلا انا كلته فعلا. ده هينفع لمين؟ طبعا حبايب قلبي اصحاب البشره الدهنيه واصحاب البشره المختلطه هيحبوه جدا، لان انت حرفيا اول ما بتحطيه عارفه احساس، عارفه انت احساس هو نفس الاحساس ده. مجرد ما بتحطيه بيتفرد بسهوله، بيندمج بسهوله، سريع الامتصاص جدا، ما بيسيبش اي وايت كاستن اطلاقا. بيديكي ترطيب، بتحسي ان بشرتك كده رجعت لها الحيويه، شربت لها 4 لتر ميه. خطير. المعامل الحمايه فيه رائع رائع رائع. عامل الحمايه فيه حلو جدا وعالي جدا، وبيسد بصراحه في المصايف، وبيسد في ايام الشمس القويه. فهو ما فيهوش غلطه، هو ده فعلا الصن بلوك اللي ما فيهوش غلطه، حبيته جدا. طيب زي ما قلت لكم اصحاب الايه، اصحاب البشره الدهنيه واصحاب البشره المختلطه، وهتلاقوا الريفيو بتاعه المفصل على القناه. طيب ايه تاني؟ انا بس هحاول اسيب السبريهات كده ايه على جنب نتكلم فيهم في الاخر. طيب في البوبي سان سكرين، بس ده الكريم التنتد، ده الوحيد اللي هتلاقوه من ضمن الصن بلوك هو لو تنتد، لان انا شخصيا بفضل اللي هو من غير اي لون، مع ان كل الدكاتره بتقول ان الصن بلوك التنتد اللي فيه لون بيبقى الحمايه فيه كمان اعلى. بس انا عندي مشكله مع اي صن بلوك تنتد، ان انا بحط كميه كبيره، فانا لما بحط اي صن بلوك تنتد كميه كبيره بقلب كيكه،
فهي دي مشكلتي بصراحه ايه مع التنتد. طيب ده سان سكرين، ده كريم الاس بي اف بتاعه 80، بيحمي من اليو في اي واليو في بي، وده طبعا تنتد وهاي بروتكشن، وكمان ووتر ريزيستنت ضد الميه، والحجم بتاعه 60 جرام. ده مش هتلاقوا له ريفيو على القناه، فهحاول دلوقتي نقول نبذه كده مختصره عنه، ونقول كل حاجه عليه. تعالوا بس نشوف الاول. هو طبعا بقاله كتير جدا، فيعني اسفه على شكله، يا رب بس يكون بينزل. هو يعني مش عارفه اذا كان هينزل معانا ولا لا. عايزه بس اوري اهو، الحمد لله طلع، بس هو طلع كميه كبيره جدا جدا، فانا برضو كويس يطلع كميه كبيره عشان اوريكم. انا لما احط الكميه اللي انا عاوزاها، الكميه الكبيره على وشي هيبقى عامل زي، انا بتكلم على اي حاجه تنتد. بصوا، فانا بحس ان انا بقلب كيكه، يعني تخيلين دوت لما انا هحطه على وشي فهقلب بصراحه كيك يعني خالص يعني، فمش بحبها. طيب الصن بلوك ده ينفع لمين؟ الصن بلوك دوت ينفع للبشره الجافه وينفع للبشره العاديه. ليه؟ لان هو كريم، هو فيه نسبه ترطيب عاليه، نسبة الحماية فيه كانت حلوة جدا، بيفي بالغرض. كنت بقى بستخدمه ازاي؟ كنت بحط اي صن بلوك بتاعي عادي، اللي هو اللون بتاعه العادي خالص، بس وارجع احط فوقيه طبقه خفيفه من التنتد. ليه؟ كنت بحب اخد بس ايه توحيده اللون من التنتد، لان هو فعلا بيغنيك ان انت تحطي فاونديشن، بيغنيك ان انت تحطي بي، بس هي مشكلته بصراحه ايه في الكميه. فلما كنت بحط منه كميه خفيفه ما كنتش بحس قوي ان هو تقيل، وما كانش بيسبب لي اي حساسيه، ما كانش بيسبب لي برضو اي دهون زياده. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم انا واخده منه الكميه البسيطه جدا جدا، يعني كنت واخده بس فتفوته اوحد بيها بس لون البشره بتاعتي، لا اكتر ولا اقل. فهيبقى حلو جدا زي ما قلت لكم مع مين؟ هيبقى حلو مع البشره العاديه، وهيبقى حلو مع البشره الجافه، لو انتي ما عندكيش مشكله مع فكره الكيك اللي انا بقول لك ايه، اللي انا بقول لك عليها دي. يعني هو كان بيقلب معايا فعلا ايه كيك، لكن لو انت هتعرفي تتعاملي معاه والدرجه بتاعته حلوه هيبقى رائع معاكي. ما شفتش منه اي حاجه وحشه، الحمايه اللي فيه كانت عاليه، ووفت وكفت زي ما بيقولوا، وفت بالغرض. زائد ان بوبيه كمان كشركه هي شركه محترمه جدا، وبتنزل اوفرات حلوه، واحد وعليه واحد، فبيبقى السعر حنين والدنيا بتمشي. فركزوا لو هتشتروه وهو عاجبكم، ركزوا ان انت تشتري وتستفيدي بالخصومات. طبعا بوبيه نازل منها في 2 ان شاء الله هنجربهم، اللي هو الفلويد اللي لسه نازل جديد خالص، وفي كمان اللي هو الاكسترا لايتنج جل. دول برضو ان شاء الله هنجيبهم وهنجربهم. لكن الكريم ده زي ما قلت لكم بشره جافه وبشره عاديه هيحبوه جدا. طيب نيجي ده الاكتي سولار من ديرما اكتف. هتلاقوا بقى ده هتلاقوا عنه ريفيو كامل على القناه، تقدروا برضو ترجعوا له، وبرضو انا مخلصاه. عامل الحمايه فيه اس بي اف 50، ده الترا فولود دراي تاتش. طبعا طالما هو دراي تاتش فهو معروف ان هو للبشره الدهنيه. يا رب بس يكون فاضل فيه اي تنتوفه حتى. الحمد لله لقينا فيه تنتوفه يا بنات اهو. بصوا هو ده. نقول بقى التجربه الحلوه بتاعتنا. عامل الحمايه بتاعه كان احلى حاجه فيه، الحمايه فيه عاليه جدا. مشكلتي الوحيده الصراحه معاه ما سببليش حساسيه، ما طلعليش حبوب، ما طلعليش فسافيس، عشان بس نبقى حقانيين. مشكلتي الوحيده ودي اللي انا قلتها كمان في الريفيو، هو تقيل في دمجه، تقيل وصعب في دمجه. انا لو حطيت كميه، هو دلوقتي بالنسبه لكم هو الدمج و100 فل و10، ليه؟ لان انا كنت واخده منه تنتوفه. لكن انا لما كنت بحط الصباعين تيكي تيكي تيك وابدا اوزع على بشرتي، لا 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 لا، كان بيبقى تقيل قوي وبياخد وقت كبير قوي 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 في الدمج. وكنت تحسي كده احساس ان انت حاطه طبقه تقيله كده، او في حاجز كده على بشرتك. فلجأت ان انا اعمل ايه؟ كنت بحطه على مراحل، يعني احط اول صباع واوزعه الاول على البشره تمتصه، احط تاني صباع البشره تمتصه. هي دي اللي كانت مشيت معايا فيه، بس ما حبيتهوش، او بمعنى صح مش هكرره تاني. مش عشان هو ما كانش الحمايه بتاعته عاليه زي ما قلت لكم، بالعكس، بس انا مشكلتي معاه كانت في التوزيع وفي
الدمج بصراحه، بس انا ما حبيتهوش. هيعجب مين؟ زي ما قلت لكم هيعجب اصحاب البشره الدهنيه واصحاب البشره المختلطه، هيبقى حلو جدا ورائع معاهم لو انت متكيفه مع العيوب اللي انا قلتها لك، او لو انت متقبلاها، لان في الاخر اللي انا ممكن اتقبله انت ما تتقبلهوش، وهكذا. ممكن انت تحبيه، في ناس تقولك لا انا احب ان انا احس ان انا وشي عليه طبقه حمايه حلوه كده. انا الصراحه ما حسيت، يعني ما حبيتش الاحساس ده. طيب نيجي بقى لاخر واحد، ده خطير، ده روح قلبي من جوه. ده كنت جايباه بالصدفه البحته ووقعت في غرام، وهيبقى من ضمن المفضلات بتاعتي. ده ايه؟ ده نانو تريت سان سكرين دراي تاتش. طبعا طالما دراي تاتش فاحنا عارفين هو مخصص للبشره الدهنيه ومخصص للبشره المختلطه. الاس بي اف بتاعه برضو 50 يو في، بيحمي من اليو في اي واليو في بي، هاي بروتكشن، انتي شاين ضد اللمعه، وكمان في هايدريشن كريم، فكمان في ووتر ريزيستنت. وهو مكتوب عليه ان هو الاول سكين تايبس، بس هو فعلا اللي هتحبه قوي قوي البشره الدهنيه. مسببليش اي وايت كاستنج، سهل في التوزيع، سهل في الدمج، مسببش اي حبوب، مطلعش اي فسافيس، ما عملش اي التهاب، كفى ووفى في عامل الحمايه، كان خطير. اللي انا بقول لكم اللي خلاني وقعت في غرامه، وده اللي انا استغربته، يعني ايه صن بلوك يعمل الحته اللي انا هقولها لكم؟ بيفتح. كان في اثار حبوب مع المداومه في الاستخدام، وما كنتش بستخدم كريمات تفتيح، كنتش بستخدم الستار بلوك، يعني ما كنتش بستخدمها، او مش كنتش متارجته ان انا افتح او احط مواد مفتحه في الروتين بتاعي. اللي انا استغربته ان هو بيعمل على التفتيح، فكان اختراع يا كوتش، اختراع حرفيا. يا رب اكون سايبه لكم فيه تنتوفه اهو، الحمد لله فيه تنتوفه. منزله لكم عنه ريفيو كامل مكمل على القناه، هيعجبكم جدا. بصوا الخفيه، هو ميه بجد، هو ميه وتحفه، وبصوا خطير. واول ما بتحطيه بتحسي ان انت بشرتك شاربه 2 كيلو ميه، ولا بيدي ترطيب رائع رائع، وبيخلي مظهر البشره هيلسي، وبيخليها كده كأن فيها روح كده، وكان فيها نضاره. كنت جايباه برضو في عرض 1 و1. فالحاجات اللي بيبقى عليها عروض استفيدوا بيها، لانها بتبقى حلوه جدا جدا. فده خطير من الاخر، تحفه تحفه تحفه. طيب كده فاضل معانا ايه؟ كده فاضل معانا ال3 سبريهات دول. اول واحد هو الفاكيشن. بصوا اسمعوا بس، يا رب يكون الصوت، احطلكوا عند المايك، سامعين؟ طيب بتسمعيني ليه يا بيبو؟ هقول لكم بسمعكم ليه. ده سان بلوك فاكيشن، ده السبراي، ده الاس بي اف بتاعه كان 50، ودوت ان هو لوشن وفيري ووتر ريسيستنت واول سكين تايب، وكل اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه، و200 مللي. سان بلوك حلو يا عبير؟ حلو. هتجيبيه تاني يا عبير؟ لا. ليه؟ الاوتومايزر بتاعه مش حلو، مش حلو خالص. انا كنت بسمعه لكم ان هو نصه لسه موجود، هو يا دوبك اشتغل شويه حلوين قوي، بعد كده الاوتومايزر بتاعه باظ. بس هو اللي انا عارفاه ان هم غيروا في الاوتومايزر دوت وعملوا واحد جديد، فممكن اجيب الجديد نجربه. بس هو كان تحفه 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 في المصايف، خطير ان انت تعملي بيه ريبلاي، رائع. سبراي تحفه، بيجيب من الاخر. الحمايه بتاعته كانت حلوه، وكان تروحي المصيف بيه وترجعي كانك ما رحتيش صيفتي، فكان خطير جدا. هجيبه تاني، وكان برضو بينزل في العروض، فهو كسان بلوك رائع. مين اللي هيحبه؟ البشره الدهنيه وكل البشرات، لان في الاخر انت بتعملي بيه ريبلاي، فمش هيبقى في اي مشكله، انت كده كده اوريدي مستخدمه الصن بلوك الكريم بتاعك، وبتعملي بيه ريبلاي كل ساعتين، فكان بيبقى حلو جدا. طيب هتلاقوا زي ما قلت لكم عنه الريفيو بتاعه. طيب اخر حاجه لا اخر حاجتين دوت ابي برضو. بصوا ده ابي اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الجيل كريم بتاع البشره الدهنيه، وجبت برضو ابي اللي هو السبراي، او اللي هو اللوشن. مكتوب عليه ايه بقى؟ لوشن سبراي سان سكرين، برضو الاس بي اف بتاعه 50، برضو فيه ال5 فلاتر. بيعمل لك ايه بقى؟ ترطيب وحمايه لحاجز البشره، وهو سريع الامتصاص بدون كحول، بدون بارابين، مقاوم للميه. مكتوب ان هو كل انواع البشره. طيب تعالوا نشوف، يا رب يكون فاضل بس في حاجه، لان انا برضو اوريدي مخلصاها. ثواني نحاول نطلعه، لان هو اساسا مفيهوش غير تنتوفه زغنططه،
فيا رب يكون بيطلع. هو بصوا هو معصلج برضو، فاضل فيه شويه بس هو مش عايز يطلع اي حاجه. بصراحه مش عايز. طيب انا هقول لكم برضو تجربتي، انا مخلصاه لغايه، لا اهو الحمد لله طلع يا بنات، ظلمناه الحمد لله طلع. بصوا الصن بلوك ابي ده اللي هو اللوشن، نحط على ايدينا بصوا بصوا هو بيقع صح، بيقع اهو ميه وايه وبيقع. بصوا الصن بلوك ده اللي هيعشقه بجد البشره الجافه والبشره العاديه، خطير خطير لاصحاب البشره الجافه واصحاب البشره العاديه. هيديك الترطيب اللي انت عاوزاه، هيتوزع بمنتهى السهوله، مش هيسيبلك اي وايت كاستنج، بالعكس هيديك هيدريشن للبشره وهتحسي قد ايه بشرتك مترطبه، ومش هتحتاجي قبله كمان اي كريم مرطب. بس انا بالنسبه لي كاصحاب بشره دهنيه كان تقيل عليا، و مع افراز الدهون العالي لا سبب شويه حبوب لاصحاب البشره الدهنيه، لكن الجافه والعاديه خطير هتحبوه جدا، وبرده بينزل عليه عروض، فهو حلو قوي. فاصحاب البشره الدهنيه يخليهم في الجيل كريم، واصحاب البشره العاديه والبشره الجافه يخليهم في اللوشن، احسن هيبقى احلى بالنسبه لهم. طيب ايه تاني؟ في برضو الانفينيتي. الانفينيتي دوت اللي هو اللوشن برضو الميست، ده برضو سبراي، ده SPF 50، بيحمي من اليو في اي وبيحمي من اليو في بي، وطبعا ووتر ريزيستنت ودي اهم ما في الموضوع، واول سكين تايب، حجمه 120 ملي. طيب يا رب بس ايه برضو انا مخلصاه، فيا رب يكون في تنتوفه كده ولا حاجه، نحاول برضو ايه نحاول معاه. الانفينيتي دوت بينزل برضو في عروض 1 و1. مين برضو اللي هيحبوا؟ اللي هيحبوا اصحاب البشره العاديه واصحاب البشره الجافه. نفس الكلام اللي قلته على ابي لوشن هقوله هنا. هو يعتبر برضو بالرغم ان هو خفيف، بس في مواد فعالة كتير مرطبة، فبيزيد مع البشرة الدهنية، فبيطلع لي برضو حبوب، لكن كعامل حماية خطير. جاب من الاخر، معرفتش بصراحه انزل غير التنتوفه الصغنطوطه دي، لان انا اوريدي مخلصه كل الصن بلوكس دي. فهيحبوه قوي اصحاب البشره الدهنيه واصحاب سوري، هيحبوا اصحاب البشره العاديه وهيحبوا اصحاب البشره الجافه. كده انا حاولت ايه اقول لكم ايه اللي ينفع للجافه، ايه اللي ينفع للعاديه، ايه اللي ينفع للدهنيه. دي كانت خلاصه التجربه بتاعتي مع كل الصن بلوكس دي. لسه في طبعا صن بلوك تاني تحت التجربه برضو هخلصها واعمل لكم فيها التجميعه. بس اهم ما في الموضوع ان احنا نبقى عارفين اهميه الصن بلوك، سواء صيف سواء شتاء ما نقدرش نستغنى عنه. محدش يقول لي لما الشتاء يجي انا مش هستخدم صن بلوك. صن بلوك دوت احنا بنستخدمه مش رفاهيه، ومش بنستخدمه عشان ما نسمرش، في الاخر هيوصل لنا جزء بس، جزء وهنسمر بناء عليه، بس انا بستخدمه عشان اقي نفسي من كل الاشعه الضاره اللي جايه لي من الشمس، اللي اللهم احفظنا ممكن تسبب لي امراض احنا في غنى عنها. كمان الاشعه الضاره دي بتدخلني في حته التجاعيد، وبتدخلني كمان في حته مش حلوه. فبعد اذنكم كلنا لازم نستخدم الصن بلوك، والصن بلوك مش رفاهيه، بس اهم ما في الموضوع تعرفي ايه نوع الصن بلوك المناسب لبشرتك عشان تاخدي النتيجه النهائيه كويسه، عشان ما يحصلكيش حبوب، ما يحصلكش حساسيه، ما تتحرقيش. فلازم تركزي في الحاجات دي، تركزي في النوع المناسب ليكي، تركزي في عامل الحمايه ما يقلش عن 50 علشان يبقى مناسب معاكي. انا طبعا لغايه هنا وصلت لاخر الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تبخلوش طبعا عليا ان انتوا تدوسوا على زر اللايك وتقدروا مجهودي وترفعوا الفيديو باللايك، وان انتوا تشيروه، واللي مش مشترك يشترك في القناه. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير، مع الف سلامه. باي باي.